بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس دورة تصميم ستايل منتدى ممتد بلغة CSS. نستكمل الدروس بالدرس الثالث وهو توزيع منطقة الهيدر والفوتر باستخدام برنامج Expression Web 2. نبدأ الدرس بما انتهينا فيه في الدرس السابق، وهو تقطيع الستايل وحفظه على سطح المكتب. نبدأ بالدخول على فايل ثم سيف فور ويب، واخترنا PNG 24 ثم سيف، وسيفنا التقطيع على سطح المكتب، فيظهر لنا على سطح المكتب في صورة مجلد يحمل اسم Images. فتحنا كده في الدرس السابق وعملنا حذف للصور اللي هي ملهاش لازمة، وده عبارة عن الجزء ده اللي هو عبارة عن منطقة الفوتر، والجزء ده اللي هو عبارة عن منطقة الهيدر. فضل لنا حاجة بسيطة بس استكمالا للدرس السابق، وهي ان احنا هنغير اسم Images دي لأي اسم تاني، فهنسميه وليكن ستايل، نسميه ستايل 2 بالطريقة دي. نبدأ الدرس بتاعنا بفتح Expression Web 2، فيظل نبدأ إن شاء الله في كتابة حاجة اسمها الدفات أو الكلاسات الخاصة بالصور الثلاثة اللي هنشرحها في الدرس ده، اللي هي بتعبر عن منطقة الهيدر اللي هي H1 و H2 و H3. في منتصف بادي وبادي نكتب ديف شيفت واو وبعدين ديف، والبرنامج بيساعدك في الكتابة. كلاس مسافة وبعدين كلاس ثم انتر ثم H1 ثم اغلاق. فتحنا بديف، لازم يبقى فيه اغلاق ديف. طيب نلاحظ دلوقتي هنعمل ايه. الجزء اللي هو عبارة عن ديف زي ما انتم شايفين السهم في منتصف القوسين، نضغط انتر ينزل لنا اغلاق الديف بالطريقة دي تحت. نطلع فوق ما بين الديف والديف ونبدأ نكتب كلاسات الصور الثلاثة، الصورتين التانيين اللي هو عبارة عن H2 و H3. طيب ليه عملنا كده؟ لان لو ربطنا الثلاثة باغلاق واحد هتظهر لنا الصور متفرقة، يعني مش هتظهر مع بعض. معنى ان احنا ننزل اغلاق الدف بتاع H1 تحت، معناها ان الثلاث صور متركبين مع بعض بحيث ان هو يكونوا لي منطقة الهيدر. نضغط على شيفت واو عشان نكتب H2 او دف H2، ونكتب دف ثم كلاس مسافة وبعدين كلاس ثم H2 ثم اغلاق. مش هننزل الدف اغلاق الدف تحت. نبدأ بكتابة الدف الثاني اللي هو عبارة عن دف ثم مسافة ثم كلاس ثم H3 واغلاق. ويبقى بكده انتهينا من منطقة الكلاسات، منطقة اسف الدفات او الكلاسات اللي هي عبارة عن المنطقة المظللة كده. طيب نروح دلوقتي ونكتب اكواد الهيدر. طيب نكتب الهيدر. قبل ما نكتب اكواد الهيدر طبعا لازم نحدد اللغة اللي احنا هنشتغل بيها. طيب نكتبها فين؟ نروح في اعلى هيد، ونروح في اعلى الهيد او اغلاق الهيد، ونكتب هنا شيفت واو ثم ستايل ثم مسافة. نكتب بعد مسافة تيب ثم نختار تكست CSS، مفيش غيرها اللي هي عبارة عن اللغة اللي احنا هنشتغل بيها اللي هي تكست CSS او لغة CSS. ثم اغلاق ستايل. بدأنا بستايل يبقى لازم في اغلاق ستايل بالطريقة دي اللي هو عبارة عن قوس وسلاش وستايل وقوس. طيب ننزل
بإغلاق الستايل تحت، ونبدأ نكتب الأكواد في المنتصف هنا. نبدأ نكتب أول كود اللي هو عبارة عن H1. نكتبه إزاي؟ نضغط على زال اللي هو عبارة عن نقطة، ثم نكتب الاسم اللي هو عبارة عن H1، ثم مسافة، نضغط شيفت جيم، نضغط شيفت جيم، هيظهر لنا قائمة. القائمة دي نختار منها باك جراوند ايمج. معناها ايه الامر ده؟ الامر ده معناه ان احنا بنجيب مسار الصورة من على سطح المكتب. نجيب مسار الصورة من على سطح المكتب، نروح نجيب باك جراوند ايمج بالطريقة دي، وندخل على نجيب اليو ار ال اللي هو المسار الخاص بالصورة من على سطح المكتب. نروح على سطح المكتب ونشوف احنا اسم ستايل 2 ونفتحه. نختار اللي هو H1، نضغط على H1 ونعمل اوبن فقط بالطريقة دي، ويبقى ده هو عبارة عن مسار الصورة على سطح المكتب. ننساش حاجة بنعملها بعد كتابة الامر بالطريقة دي، نعمل اغلاق للامر. واغلاق الامر هنا عبارة عن كاف، حرف الكاف بس، حرف الكاف بس، ثم نعمل انتر عشان نكتب الامر اللي بعد كده. الامر اللي بعد كده هيبقى عبارة عن هل الصورة اللي عندنا دي ممتدة ولا غير ممتدة. زي ما اتكلمنا قبل كده في الشرح ان المنطقة ديت هنعمل لها امتداد، هنعمل لها امتداد بحيث ان منطقة الهيدر ديت تبقى ممتدة لنهاية الصورة او نهاية الصفحة 100%. نعملها ازاي؟ وقفنا هنا وقلنا ننزل تحت بالطريقة دي، ونجيب باك جراوند ايمج ريبيت اللي هي عبارة عن التمدد الخاص بالصورة، ونحدد هل هي ممتدة ولا لا. بتظهر لنا قائمة بيظهر فيها نو ريبيت يعني مش غير ممتدة، او ريبيت، او ممتدة في اتجاه اكس يعني الاتجاه العرضي، او ممتدة في اتجاه، طبعا الصورة عندنا هنلاحظ ان هي هتبقى ممتدة في اتجاه اكس اللي هو الاتجاه العرضي الطريقة دي، ثم اغلاق بكاف. تالت حاجة للكود الخاص ب H1 هيبقى عبارة عن نجيب طول وعرض الصورة، طول وعرض الصورة. طيب طول الصورة اللي هو عبارة عن H او الهايت او الهاي، ونروح للصورة ونشوف طول الصورة كام. ادم جلد الصور، وادي H1. طول الصورة او ارتفاع الصورة عبارة عن 206 او 267 بالطريقة دي، ثم اغلاق بكاف. ويبقى ده عبارة عن كود H1 اللي هو عبارة عن باك جراوند ايمج، مسار الصورة، ثم ممتدة في اتجاه اكس، ثم الهاي بس اللي انا محتاجه ارتفاع الصورة، لكن عرضه قلنا انه بيحصل له امتداد في اتجاه العرض. طيب بنعمل حاجة المفروض بنعملها اول ما نفتح الاكسبريشن ويب، هو حفظ الكلام ده كله في مكان انت تبقى عارفه. هنحفظه مثلا وليكن باسم توزيع ستايل 2، توزيع ستايل 2 بالطريقة دي. كل خطوة بنعملها بنلاحظ انه بيظهر لنا H1 اهوت. كل خطوة بنعملها او كود بنعمله وننفذه بندوس هنا وبنضغط هنا على الايقونة ديت عشان نعمل سيفه على سطح المكتب. طيب نشوف عملنا ازاي او نشوف نتيجة عملنا ازاي. بنضغط على الايقونة اللي هي عبارة عن بحث ويب بجانب ايقونة السيف، ثم نضغط هنا او نضغط على F12 هيفتح معانا الويب بالطريقة دي. وده عبارة عن الجزء الممتد اللي هو امتد ب100% بعرض الصفحة بالطريقة دي. نروح بعد كده الجزء الثاني هو عبارة عن H2، نضغط H2 مسافة شيفت جيم، ثم ايمج باك جراوند ايمج، ونجيب الصورة اللي هي عبارة عن H2 من على سطح المكتب. ادي H2 ثم اغلاق بكاف،
ثم بعد كده بنجيب هل هي ممتدة ولا لأ. طبعا الصورة غير ممتدة، نو ريبت، ونعمل إغلاق بالكاف. ثم نروح بقى هنا، طبعا الصورة عبارة عن طول وعرض لأنها غير ممتدة. ما دام هي مش ممتدة يبقى إذن الصورة لها طول في عرض. نروح نجيب ارتفاع الصورة الأول اللي هو عبارة عن هاي، ونجيب طول الصورة بالطريقة دي. عندك اتش 2 عبارة عن 267. 267 ده هتلاحظ ان هي الارتفاع ثابت في الثلاث صور. الارتفاع بيبقى ثابت في الثلاث صور اللي هو عبارة عن 267. واغلاق، ونجيب العرض اللي هو ويدث او ويدث. ثم نروح نجيب عرض الصورة. عرض الصورة عبارة عن 335 335. ثم اغلاق بكاف. الامر الثالث وهو مهم جدا وهو الفلاوت، عبارة عن امر فلاوت. وفلاوت ده امر بيحرك الصورة او بيعمل ازاحة للصورة يا لليسار او اليمين او على حسب الصورة هي موجودة فين. طبعا الصورة اللي هي عبارة عن H2 اللي هي دي اللي هي موجودة في يمين الهيدر، اللي هي موجودة في اليمين، يبقى الازاحة هتبقى عبارة عن فلاوت رايت في اليمين. ونعمل اغلاق. ثم نعمل حفظ زي ما قلنا. بعد كل كود بنكتبه بنعمل حفظ ونشوف نتيجة العمل اللي عندنا وهل في اخطاء او لا. ونروح على العمل هنا. ده العمل عبارة عن منطقة التمدد اللي احنا عملناها قبل كده. هنعمل ريفريش ونشوف الاضافة اللي حصلت. زي ما انتم شايفين حضراتكم دي الاضافة الجديدة اللي هي عبارة عن الصورة اللي موجودة في اليمين اللي هو عبارة عن H2. نروح بعد كده ننزل في نهاية القوس ونكتب زال اللي هو عبارة عن نقطة ثم H3 ثم مسافة ثم شيفت جيم عشان يظهر لنا القائمة دي. نختار منها باك جراوند ايمج ونجيب مسار الصورة من على سطح المكتب اللي هو عبارة عن H3 الصورة الموجودة في اليسار، ونعمل اغلاق بكاف. ثم الامر اللي بعد كده باك جراوند هل هي ممتدة ولا لأ. طبعا هي غير ممتدة، نو ريبيت. ثم اغلاق بكاف. ثم بعد كده نختار طولها وعرضها. نجيب الارتفاع الاول ونشوف الارتفاع. قلنا 1 في الثلاث صور اللي هو عبارة عن 267 او 267. واغلاق بكاف. اوعى تنسى موضوع الاغلاق بكاف لانه مهم جدا. ثم العرض. العرض عندنا هنروح نجيبه من الصور. العرض عندك اللي هو عبارة عن H3 334. ونعمل اغلاق بكاف. فضل لنا حاجة واحدة بس اللي هو عبارة عن الازاحة هل هي موجودة في اليسار او اليمين. نكتب امر فلاوت ثم هي مزاحة اتجاه اليسار نختار ليفت واغلاق بكاف. ونعمل حفظ ونروح نشوف عملنا على المتصفح. طبعا دلوقتي قبل الاضافة هنعمل ريفريش كده. 3 صور موجودين عندنا على المتصفح. منطقة التمدد اللي حصل فيها تمدد زي ما انتم شايفين، ومنطقة والصورة اللي موجودة في اليسار اليمين والصورة اللي موجودة في اليسار. وبكده يبقى انتهينا من الدرس. نلتقي ان شاء الله مع الجزء الثاني من الدرس اللي هو توزيع منطقة الفوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.